رد ناري وتاريخي وغير متوقع من محمد أبو تريكة للمسؤولين في قطر عندما طلبوا منه تجنيس ابنه أحمد للعب لمنتخب قطر. شاهدوا ماذا قال أبو تريكة. في البداية ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. رد فعل تاريخي وعظيم من محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر والأهلي السابق عندما طلبوا منه المسؤولين في قطر تجنيس ابنه أحمد للعب لمنتخب قطر. وتم تصعيد ابن أبو تريكة للفريق الأول بالنادي العربي القطري منذ أيام، وذلك بعد أن قدم أداء لافتا مع الأعمار السنية في الفريق، وهو ما دفع الكثير إلى السؤال عنه، خاصة وأن والده كان وما زال معشوق الجماهير ليس في مصر فقط ولكن في جميع أنحاء الوطن العربي. أحمد أبو تريكة لعب للترسانة والأهلي في الدوري المصري، وكانت له تجربة احترافية في نادي بني ياس بالدوري الإماراتي، وهو حاليا يلعب في فريق العربي القطري، وتم تصعيده للفريق الأول. وطلب المسؤولين في قطر تجنيس أحمد أبو تريكة للعب لمنتخب قطر، لكن جاء الرد من أبو تريكة قائلا لهم: أحمد ابني لو مش هيلعب لمنتخب مصر هخليه يبطل كرة أفضل. وتحدث محمد أبو تريكة من قبل في تصريحات قائلا إن ابن أحمد يتفوق على توأمه سيف في احتراف كرة القدم، حيث أنه الأكثر جدية. وبالفعل قام الماجيكو بترشيح الثنائي للاعب لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001، وهو ما يؤكد أنه من غير المقبول اللاعب لغير الفراعنة. متابعينا الكرام، احنا في انتظار آرائكم في التعليقات، وما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة. دمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.